السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتي على اليوتيوب مملكة الشيف مها. إن شاء الله النهاردة حلقتنا مميزة جدا. عايزاكم توعدوني بحاجة قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم الأكلة دي تشتركوا بسرعة في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. أكلتنا ايه بقى يا ترى النهاردة؟ مش قادرة اقول لكم الأكلة دي تحفة قد ايه. وطبعا برضو زي أكلاتي اللي فاتت مفيش حد فيك يا مصر ما بيحبش الأكلة دي وبيموت فيها كمان. ايه هي بقى أكلتنا يا حبايبي؟ رز بالجمبري والخلطة، وفي بعض ناس بيسموه ايه؟ مدفونة. يلا بينا نشوف مكونات أكلتنا اللذيذة ايه النهاردة. تعالوا معايا. طبعا الصنف الأساسي معانا الجمبري الوسط، يعني مش جمبري صغير قوي زي اللي استخدمناه للكفتة، لا جمبري وسط. انا قسمت الجمبري لجزئين، جزء هعمل بيه الرز بالجمبري، والجزء التاني هحمره كده عشان احطه على وش الرز بعد ما يخلص. وطبعا عندي 4 كوبايات رز، 4 كوبايات رز معاهم كوبايتين جمبري، يعني الجمبري بيبقى نص كمية الرز. تمام. وحوالي كوباية جمبري، يعني كده انا عايرتها بالكوباية، هقليهم كده زي ما هنشوف ان شاء الله ايه مع بعض. طيب، ومعانا كمان طبعا اساسي فلفل الوان احمر اصفر اخضر، ومعانا بقدونس مفروم وجزر مبشور، ومعانا طماطم متقطعة قطع صغيرة، ومعانا بصلتين كبار مبشورة، بصلتين كبار مبشورين. تمام. وبصلة وسط معمولة حلقات. كل ده هنشوف استخدامه ايه دلوقتي. ومعانا طبعا حبة شعرية، حبة شعرية حوالي نص كوباية كده او 3/4 على حسب رغبتك. ومعانا حبة دقيق حوالي 3 معالق كبار دقيق، ومعلقة صغيرة توم مفروم. ومعانا الخلطة الحلوة دي، بصوا حبايبي، دي عبارة عن حبة توم مفروم، يعني قيمة مثلا ايه مع 3 معالق من الصغيرة دي، وعليهم حبة كمون، حبة ملح صغيرين، ونص ليمونة معصورة. دي هعمل فيهم ايه؟ دي الخلطة بتاعت ايه الجمبري اللي هسيبه يتوم كده فيها شوية. نبدأ على طول. وطبعا الزيت اللي هنستخدمه في اكلتنا النهاردة، نبدأ على طول نحط الخلطة دي في الجمبري عشان ايه يعني ياخد ويدي كده معاها شوية، على ما ايه نبدأ نشتغل في الرز يكون هو اخد من خلطة الثوم. اقلبها كويس قوي واسيبها بقى ايه على جنب. والبهارات بتاعتنا يا حبايبي النهارده عبارة عن ملح حسب طبعا كمية الرز اللي انت عاملاها، بتظبطي الملح بتاعك، وحبة فلفل صغيرين، ما بكترش الفلفل في الاكلة دي لان الاساسي عندنا الكمون، يعني حوالي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة كمون، نص معلقة بهارات سمك، ومستكة بس. يعني انا مش هستخدم في اكلتي النهاردة غير حبة البهارات دول بس. يلا بسرعة نبدأ نعلق كده على الرز مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تعودنا نذكر اسم الله قبل ما نبدأ في اي عمل، وخاصة الاكل يا جماعة، عشان ربنا كده ايه يجعله لنا بالهنا والشفاء. هنبدأ نحط حبة الزيت بتوعي، يعني حبة الزيت حوالي مثلا ايه نص كوباية صغيرة، وعلى طول اقوم حاطة عليهم حبة مستكة صغيرين، يعني حوالي 3 فصوص مستكة. اول ما الزيت كده يبدأ يسخن اقوم ساقطة على طول البصل بتاعي. الاكله دي يا جماعة يعني لو عندك ضيوف بتعمليها وجنبها مثلا سمك مقلي او سمك مشوي او صينية جمبري جامبو في الفرن، يعني المأكولات البحرية من الحاجات القيمة قوي واللي تشرفك كده قدام ضيوفك. دول بصلتين كبار زي ما اتفقنا، وهبدأ اسقطهم على طول في الزيت.
بسم الله ما شاء الله. طبعا هسيب البصل لحد ما لونه يغمق، يعني انا عايزه البصل لونه بني غامق. احمر يا جماعه البصله يعني بحيث تبقى اغمق درجه ممكن يعني عينك كده ايه تتقبلها، يعني ما تخليش البصله فاتحه، لان ده هيأثر على لون الرز فيما بعد، يعني بعد كده في الاخر بعد ما يستوي. فبقدر الامكان البصله تبقى غامقه، ونكون محضرين على طول في ايدينا الجمبري. وطبعا زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات، الجمبري بغسله كويس اول ما بجيبه، وبعد كده بحط عليه شويه ملح وخل وانقعهم يعني حوالي ربع ساعه كده، وبعد كده اغسله كويس واسيبه بقى يتصفى. يبقى كده جميل وريحته روعه ومفيهوش اي ريحه زفاره. اهي البصله بدات معايا تغمق اهي، بسم الله ما شاء الله. لسه لها يعني ايه درجه كمان كده، لان طبعا انتوا عارفين ان البصله مجرد ما الميه بتتحط لها بتفتح، يعني بيبقى لونها افتح من لونها وهي بتتحمر، فبالتالي نغمقها بقدر الامكان. اهو لون البصله بقى كده شايفين، ولسه هتغمق كمان لما احط لها الجمبري. بسم الله ما شاء الله. درجه بس كده، معلش استحملوني شويه بحيث اوصل للدرجه اللي انا عايزاها اهي. كده اضيف بقى الجمبري بتاعي. الله، واقلب على طول علشان تاخد يعني الجمبري ياخد لون البصله الغامق. اديله كده فرصه يعني دقيقتين ينزل ميته كده ويشربها، وبعدين اضيف الشعريه. شايفين الجمبري يعني ميته كده طلعت وشرب جزء منها ولسه جزء. قبل ما ينشف مني خالص اقوم حاطه على طول المكرونه الشعريه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، برضو تاخد ايه لون غامق كده. اسيبها برضو ثواني. ابدا بقى يا جماعه احط معلقه الثوم الصغيره اللي انا قلت لكم دي ايه على جنب. طب هتقولوا لي ليه ما حطيتهاش من الاول؟ لان الثوم ما بيستحملش، الثوم بيتحرق على طول، فما كانش هيستحمل كل المراحل دي. فانا بحطه كده في اواخر بقى قبل ما احط الطماطم، علشان يعني بس اخد ايه ريحته الحلوه بس كده. والبهارات بتاعتي والملح وكله ببدا ايه احطهم مره واحده واقلب، واقوم ضايفه الطماطم. دول حوالي 3 حبايات طماطم وسط، بقطعهم قطع صغيره واقوم ضايفاهم للخلطه دي. يعني كل حاجه بديها وقتها كده ايه انها يعني تاخد من الخلطه. تمام كده يا جماعه. وبعد كده هحط البصل الحلقات، هحط البصل حلقات يعني كده، عشان ايه وانتي بتاكلي الرز كده تحسي بطعمه في بقك، يعني غير البصل المفروم ده بيديك اللون الغامق، لكن البصل ده بتحسيه بقى وانتي بتاكلي، بيدي رونق وطعم للحاجه في منتهى الجمال. خلاص كده تمام. ابدا بقى اكون مسخنه ميه، احط حوالي
4 كوبايات ميه، يعني عدد كوبايات الميه قد عدد كوبايات الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه بتغلي اقوم حطها على طول على خلطتنا الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله. اديها تقليبه واسقط الرز بتاعنا على طول. هتقولوا لي لسه ما حطيتش الفلفل، انا عارفه ان انا لسه ما حطيتش الفلفل. الفلفل ما بيحتاجش سوى قوي، فانا مش ههريه بقى انا من اول الوصفه في المراحل اللي انا مريت بيها. فبالتالي انا بعد ما اسقط الرز هسقط بقى ايه كل الفلفل مع بعض يحتفظ بلونه. تيجي تغرفي الطبق تحسي بقى بايه بالوان الفلفل المختلفه قدام عينيكي. يعني غير كده ممكن بقى ايه لو انت استخدمتيه من الاول يدوب يتهرى كده معاكي وما يبقالوش معنى. زي ما عودتكم بتسقطي الرز وتظبطي الملح على طول، تظبطي الحدق بعد ايه ما بتسقطي الرز. ابدا كده يا جماعه احط فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، والخلطه دي كده الجميله دي اهي. نقفل عليها بقى شويه لحد ما يشرب ميته، وبعد ما يشرب ميته هنوطي عليه ونسيبه يستوي على الهادي. وهقول لكم وهو داخل كده على سوا هنعمل ايه اخر خطوه. اللهم صل على النبي. بصوا بقى لونه التحفه، شوفوا لونه بقى ذهبي ازاي كده. تشرب ميته نبدا نحط حبه جزر مبشور، حوالي 3 معالق كبار جزر مبشور، ونحط كمان البقدونس المبشور. بسم الله ما شاء الله، حوالي 3-4 معالق كده. الحاجات دي يا جماعه ما بتتحطش من اول الوصفه علشان تحتفظ بشكلها وبلونها، خاصه الخضره دي يعني ما بتستحملش اي سخونيه. فمجرد بقى ما هوطي على الرز كده يعني ربع ساعه 10 دقايق هي تبقى يا دوبك تمام كده 100. تمام كده خلاص. كده خلصنا وصفتنا وهنسيبه على الصاجه. انا الرز بالذات احبه ايه يتسوى كده براحته على الصاجه على نار هاديه. بسم الله ما شاء الله. ابدا بقى اعمل الجمبري. بسم الله اهو يا جماعه الدقيق بتاعي اهو. باخد بقى سوري بقى انا هستخدم ايدي معلش. باخده حبه حبه كده واقلبه في الدقيق واسقطه على طول في الزيت السخن. ولازم الزيت يبقى سخن قوي عشان الجمبري ما يلزقش في المقلايه. انا ممكن اعمل حركه حلوه ان انا ارجعه كده بحبه دقيق واقلبه كله مع بعضه في الدقيق اهو كده افضل. اقلبه ولو حسيت ان هو لسه يعني محتاج شويه دقيق كمان ازود اهو كده بقى كله مغمور بالدقيق. وابدا بقى اقليه في زيت غزير وسخن. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اقليه على مرتين عشان ما يلزقش في بعضه. واكون محضره طبعا الورق الابيض بتاعي
او الرول اللي هو بتاع الزيت اللي بنطلع عليه زيوت المقليات، واطلع عليه على طول. الجمبري ما بياخدش حاجه، ما بياخدش يعني 3 4 دقايق 5 دقايق بالكتير. اهو شوفوا يا جماعه لونه بقى عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. ابقى واخده بالي وانا واقفه عشان في ثانيه ممكن يتحرق مني. كده لونه ممتاز قوي. خلاص كده احط بقيه الكميه اللي عندي. كده طلعنا الجمبري بتاعنا خلاص الحمد لله. نكشف بقى على الرز، هنلاقيه استوى لانه خلاص يعني هو كده على وشك انه استوى فعلا. ونغرف بقى اكلتنا الجميله النهارده، ويا رب تنول اعجابكم ان شاء الله. وده يا جماعه كان طبقنا النهارده، طبق رز بالجمبري بالخلطه. يا رب ينول اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو استحلفكم بالله تشتركوا معايا في القناه، وتعملوا لي لايك جميل كده منكم، وكومنتات رقيقه كده زيكم، وتشاركوا بقى الفيديو على جروبات كتيره، وتقولوا لاصحابكم ولحبايبكم وكده، يعني ما وثقوش بقى. تمام. الاكله بتاعتنا دي زي ما قلنا نقدر نقدمها مع سمك مقلي، سمك مشوي، ناكل معاها طبعا. اساسي البصل الاخضر تحفه مع الاكله اللي زي دي، والسلطه الخضراء، واذا كان في بقى مخلل، ما كانش عندي مخلل النهارده، والبقدونس المفروم ده يعني شكله تحفه طبعا في التقديم، وطعمه جميل ومستساغ جدا مع الرز بالجمبري. ابدا انا على طول وما اضيعش الوقت، وادوق على طول الرز التحفه بتاعي النهارده، لان انا ايه يعني ما اتغديتش لحد دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. يا وعدي يا وعدي، تسلم ايديا والله يا جماعه. الا ما حد قال لي تسلم ايديكي في التعليقات، سمعوني كده تسلم ايديكي. الله. اترككم في معية الله، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.